نهار اسود. لك وحياة الله، لك وحياة الله يا خالد. روقي بس. ما حدا يقول لي روقي، ما حدا يقول لي روقي. ايه ده؟ انت مين؟ انت اللي مين؟ مين انت؟ انا ماليش علاقه بحاجه، انا مش فاهم اي حاجه، انا ولا حاجه. شو اللي جابك هون؟ انا بشرح لك ابراهيم بيكون رفيقي وخاله لا قريبه لخالد. ايوه انا ابراهيم رفيقه لخالد، ابقى خالد انا مش موافق على حاجه عملها خالد خالص. بس لا اشرح لك هي ام ليس. انت مليس مين؟ لا ماني مليس، ام ليس، ام ليث، هي اختي اخر العنقود. ده كان عنقود ايه ده؟ اهلا وسهلا ست ام ليث. شو بتشتغل انت؟ انا اشتغلت حاجات كتير، حاليا بشتغل شيف. شيف؟ بتعرف تذبح؟ يعني مش بالاسم يا غازي، لك أول مرة بحياتك تعمل شيء منيح، يبقى أنت اللي هتمسكه. امسك ايه؟ خالد. ليه؟ تثبت راسه عشان حرام روح ما يشوف السكين وهي جاية عليه. ايوه فعلا هم بيتعذبوا قوي في اللحظه دي. ايوه عشان الرحمه. ايوه وانا رح افصل راسه بسرعه عن جسمه وامد ايدي جواته واجيب لك الكبده ني تعمله لنا بدبس رمان جوليان وراس عصافير كيف ما بتحب على ذوقك عشان يحرم لا ست موليس اهدي. أنا بخصوص الكبده مش عايزك تحملي هم الكبده خالص، ده انا هعمل لك كبده. انت عملت ايه؟ والله ما عملت حاجه. ما عملتش ايه بس يا راجل؟ بتقول لك هتفصل راسك عن كبدك وهتعمل جسمك راس العصافير بدبس الرمان، امال لو كنت عملت كانت عملت ايه؟ انتوا لسه يا وطي نهار اسود. خلاص شو ما في رجال بالبيت؟ ايوه يا اخي انت فين من الصبح؟ يخرب بيت ستك، رجال اثنين ثلاثه احترمينا. خلصي اخرس انت. طيب ماشي اوكي. نهار اسود، ده غازي اتثبت. فهمت ست ام ليث، انا عايزك تهدي كده وتروقي اعصابك وتحكي لي ايه اللي مضايقك وانا تحت امرك. وبعدين انا ضيف عندك في بيتك. صحيح. تشرب ايه؟ ربنا يكملك بعقلك وتعيشي وتسلمي دايما عام. انا ممكن استاذن. لا بس ايه؟ وعين على ابو معرفتك.